بالنسبة للإصدار ديال PHP عندنا هنا الإصدار 8. غنمشيو هنا غنلقاوه فعلًا الإصدار 8. فمن هنا يمكن لينا نبدلو الإصدار. طبعًا الحاجة المزيانة في Cloud Panel أنها كدعم أحدث الإصدارات ديال PHP. فيما كيخرج شي إصدار جديد من PHP كيتم الدعم ديالو. مثلًا غنجربو الإصدار 8.4 على هاد الشكل، غنديرو save. فمن المفترض أنه هنا حتى هنا في الPHP version يتبدل اللي غنشوفو. غنمشيو للسيرفر وغنلقاو فعلًا بأن الإصدار ديال PHP تبدل وولا 8.4. بطبيعة الحال من الأحسن يعني تستخدم يعني النسخة ديال PHP تكون حديثة، لأنه مثلًا إذا مشينا خدمنا النسخة 7.3، إذا خدمنا النسخة 7.3 ودرنا save وغنمشيو نرجعو للوردبريس غيعطينا واحد الخطأ. نمشيو ربما للوحة التحكم، غنلقاو هنا كيعطينا هاد الخطأ هذا. ولو هاد التنبيه لأن هنا كيقول لنا بأن الموقع ديالك كيشتغل بواحد النسخة ديال PHP قديمة، لهذا خص ديما أنك تستخدم يعني نسخة حديثة من الPHP. كيقول لك هنا يا إما 7.4 والفوق. بطبيعة الحال بما أن هاد اللوحة ديال التحكم كتعطينا الإمكانية أننا نختارو أحدث نسخة، فاختار أحدث نسخة إلا إذا كانت هاد النسخة كتسبب تعارض مع شي theme ولا مع شي plugin. يمكن لك ترجع مع النسخة ديال PHP اللي كتوافق مع جميع البرمجيات اللي عندك، الtheme ديالك، الplugins. كاين بعض الإضافات اللي مازال مثلًا ما كتدعمش النسخ الأحدث، كتدعم فقط مثلًا 8 أو 8.1 أو 7.4. فيمكن لك تغيّر هاد الإعدادات باش تتفادى المشاكل ديال الوردبريس اللي هي مشاكل معروفة. إذًا فقط نبدلو نديرو النسخة 8.4. فمن المفترض يختفي أو تختفي هذه الرسالة. إذًا كما كنلاحظوا ما بقاتش هذيك الرسالة.